ما يحدث وما يقوم بالإصلاحيون في اليمن هو محاولة عملية استنزاف كبيرة وضخمة للتحالف العربي. أي شرعية وكل الوزراء في فنادق اسطنبول والقاهرة والرياض كيف سيدورون هؤلاء وضعهم؟ كيف سينتصرون أساسا؟ هؤلاء يستلم الواحد منهم أكثر من 30,000 ريال سعودي أو 60,000 ريال سعودي. هو لا يريد الحرب أساسا أن تنتهي ولا يريد التحالف أن ينتصر. لكن كل قيادات المجلس الانتقالي هي في محافظات الجنوب، هي في مدنها وفي قراها، وهي القيادات موجوده في الامارات. يعني انت كم جالس في الرياض اساسا؟ انا بقول لك حاجه، انا لا اتكلم. الاصلاحيين حتى اليوم محافظه مارب لا تزال محتله، تعز لا تزال محتله، صنعاء محتله، الشمال كله محتل. ايش حققوا الاصلاحيين في ذا؟ حينما يهاجم الاخ انيس منصور الامارات، عدد الشهداء الاماراتيين اكثر من شهداء الاصلاح اساسا. ما قدمت الامارات اكثر مما قدم الاصلاح لليمن منذ عام 1990 حتى اللحظه. لذلك لا يمكن اساسا المقارنه بين الحوثيين وبين الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي اليوم المقاومه الجنوبيه تحرر محافظه الحديده، ومحافظه الحديده هي جزء من الشمال، فلا يمكن. لاننا في الجنوب للاسف الشديد وجدنا الشرعيه اختطفت من قبل علي محسن الاحمر، من قبل الاصلاح، من قبل الاطراف، فحان التحرك نفس المنطقه لاستعاده الشرعيه، لاعاده تصريحات صالح الصماد هكذا كان يقول. كيف يختلف منطقه كذا عن منطق الحوثي؟ لا، الحوثي دمر البلد، والحوثي له مشروع سياسي منفصل. الحوثي تحرك إيران، نحن لا يحركنا أحد. لا يحركنا أحد، نحن أصحاب قضية وطنية، أصحاب وطن. أنتم لا يحركنا أحد؟ لا يحركنا أحد، يحركنا الشارع الذي يخرج في عدن، الشارع الذي يخرج في عدن، يأتي جائع فقير معذب ويخرج ويتظاهر ليرفع راية الجنوب. هذا لا يحركه أحد، تحركه مبادئه، تحركه آراءه الوطنية، يحركه الإحساس العميق بالوطنية. أن يتظاهر مليون شخص في درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، يعرف أن هذا شعب عظيم وله قضية وطنية ويجب أن تلبى. وكل الأطراف اليمنية مهما عملت مهما حاولت لن تفلح. أنا أتحدث للإصلاح لكل الأطراف. لن تفلحوا، والجنوب سينتصر اليوم أو غدا. كيف